ايه الحلوين، اهلا بيكم. الاكله دي بقى الاكله المنقذه بالنسبه لي. في 5 دقايق بتتعمل. تنفع للفطار، تنفع للغدا، تنفع للعشاء، تنفع اي وقت، وكمان تنفع لجوع اخر الليل. لانها ما بتاخدش وقت خالص، في 5 دقايق وانت واقفه هتكون خلصت. واحلى حاجه تتعمل في البرد اللي احنا فيه ده، عشان منجزه ومش هتاخد وقت معاكي. يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. بنجيب البولة وبنحط فيها كوباية لبن، 2 بيضة، وربع كوباية زيت، وطماطماية صغيرة أنا شايلة منها المية بتاعتها، ودي فلفلاية رومي صغيرة، وبصلاية صغيرة. كل ده مقطعاه زي ما انتوا شايفين، مقطعاه ناعم. وده الطبق ده بقى بواقي التلاجة، حتتين لانشون على حتة جبنة رومي كده، ومقطعاهم زي ما انتوا شايفين. وبعدين بحط معلقة ملح وحسب ما تاخد ملح، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة بهارات، ونص معلقة بابريكا او معلقة بابريكا، ونص معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة زعتر لو عندك حطي، لو مش عندك خلاص، و3 معالق دقيق كبار، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وبقلب كله في بعضه وخلاص كده خلصت. مفيش اسهل من كده. اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا الخليط لسه خفيف. هحط معلقة خل لان الخل بيدي هشاشة برضو، معلقة خل ومعلقة دقيق تاني عشان خاطر أنا حسيت إن هي خفيفة شوية، وممكن تزودي الدقيق تاني لو هي برضو أخف. بس عاملة زي خليط الكيك كده. وبعدين بجيب صينية مدهونة، الصينية أنا دهناها، أي صينية عندك. دي أكبر صينية في البايركس، لو حباها إن تكون منفوخة وكبيرة تحطيها في صينية أصغر، لأن هي فيها بيكنج باودر يعني. وبحطها في الصينية وبكون مولعة الفرن، بحطها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. بس بعد ما بحط عليها شوية موتزاريلا على الوش، ممكن تستغني عن الموتزاريلا، يعني ممكن ما تحطيهاش، ما تحطيش موتزاريلا لو مش عندك برضو. يعني ممكن تعمليها كده من غير موتزاريلا. وشوية حبة البركة بتعمل طعم حلو، وشوية سمسم على الوش كده. وبدخلها الفرن بقى في الرف الوسطاني. يعني بتاخد معاكي ربع ساعة، تلت ساعة، حسب الفرن بتاعتك بتحمر من تحت. ولعت الشواية خدت لون بسيط من فوق زي ما انتوا شايفين. بقطعها بقى، هي سخنة سخنة مولعة لسه طالعة على طول اهو، بقطعها وهطلع منها. دي تتاكل سخنة، وممكن تستنيها تبرد، هي حلوة في الاتنين. وعشان تطمني ان هي استوت كويس، بتحطي الخلة فيها كأنها زي الكيكة كده. لو استوت، لو طلعت نضيفة يبقى استوت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لو حابة ان هي تكون منفوخة عن كده، حطيها في صينية اصغر. يعني الصينية دي اكبر صينية في البايركس، ممكن تحطي في الصينية الصغيرة، هتكون اتخن شوية، لكن انا بحبها كده، والعيال عندي بيحبوها كده. وبجد ما بتاخدش معاكي 5 دقايق. بتحطي الحاجات على بعضها وبتقلبيها، وبتحطيها في الصينية وتحطيها في الفرن. والحاجات اللي عندك حطيها، سواء خضار او جبن او اي حاجة، يعني حطي بواقي التلاجة. اللي عندك حطيه، واللي مش عندك ما تحطوش. حتى التوابل اللي مش عندك استغني عنه، هي تنفع بأي حاجة. احلى حاجة فيها ان اي حاجة تنفع معاها، طعمها روعة جدا. والخضار اللي فيها عمل لها طعم حلو، وفيها كل الفايدة. فيها النشويات، فيها الخضار، فيها الكالسيوم من البيض يعني، وفيها اللبن. يا رب تكون عجبتكم وتجربوها، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. واللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.